السلام عليكم. ها قد أقبلت أيام 10 ذي الحجة، فركز على 4 أمور. أولا، استقبل هذه الأيام بالتوبة، تب إلى الله تعالى من كل الذنوب وابتعد عن المعاصي، فأنت في شهر حرام. وقد قال أهل العلم: الذنب في الأشهر الحرم أعظم من الذنب في غيرها، والعقوبة فيها أغلظ. ثانيا، بادر إلى الأعمال الصالحة في 10 ذي الحجة. هذه الأيام هي أيام جد وعمل، وليست أيام غفلة ونوم. لا تترك أي عمل صالح إلا وافعله، بل أكثر منه في هذه الأيام: صدقة، دعاء، صلاة، قيام الليل، صيام أيام التسع أو بعضها، بر الوالدين، صلة أرحام، إحسان إلى الناس، ختم للقرآن، أضحية يوم العيد، وغيرها من الأعمال. فهذه الأعمال الصالحة محبوبة عند الله تعالى، لكنها في أيام 10 ذي الحجة أحب. بل وصف النبي عليه الصلاة والسلام العمل الصالح في هذه الأيام بأنه الأفضل والأعظم أجرا والأزكى عملا والأطيب عند الله تعالى. ثالثا، ذكر الله. ذكر الله له خصوصية في هذه الأيام، فقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الذكر في هذه الأيام، فقال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. رابعا، في مواقع التواصل كن المسلم الذي يمثل الإسلام، كن الجندي والشرطي الذي يدافع عن حمى الدين. انشر الخير وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، حمس الناس على العبادة، بث التفاؤل، أعد نشر المفيد، حذر من الضار الخبيث، وكن كالنحلة الطيبة التي لا تقع إلا على نبت طيب ولا يخرج منها إلا العسل الطيب. أيها الموفق، اسمع ماذا قال ابن رجب. قال: فرائض 10 ذي الحجة أفضل من فرائض سائر الأعشار، وكذلك نوافل 10 ذي الحجة أفضل من نوافل غيرها. بل قال: نوافل 10 ذي الحجة أفضل من نوافل 10 رمضان، وكذلك فرائض 10 ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره. إذن نحن أمام غنائم لا تقدر بثمن، والله لا توجد أيام أعظم من هذه الأيام، إنها أفضل أيام الدنيا. اجتهد، شمر، أبذل، خطط، أخرج كل طاقتك، اتعب، اعمل لك جدولا، ولا تفرط. والله ما يضيع هذه الأيام إلا مخذول.